الشيف أبو وضاح اليمني، صاحب مطعم زرب ومنسف الشيف أبو وضاح اليمني. لي بالمجال هذا حوالي 27 سنة من المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت على الأردن. الأكلات اللي نقدمها بالمطعم طبعا بشكل بسيط، اللي هي زرب ومنسف ومندي وكبسة وزربيان عدني. التواصي اللي هي رز العنبر واللحم المدفون والمكموت والمضغوط، والطبخ الخليجي اللي هو المفطح، والأكلات الخليجية الشعبية. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الوطني والأسبوعي هذا إنجازي. رحبوا معنا بضيفنا اليوم الشيف أبو وضاح اليمني، صاحب مطعم زرب ومنسف الشيف أبو وضاح. بداية شيف، في سعد مساك. الله يسعد مساكم أجمعين، أهلا وسهلا. أهلا فيك. شيف، عرفنا وعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حياتك. أنا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الشيف أبو وضاح اليمني، صاحب مطعم زرب ومنسف الشيف أبو وضاح اليمني. لي بالمجال هذا حوالي 27 سنة من المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت على الأردن والحمد لله. الحمد لله. طيب نحكي أكثر عن المطعم، شو الأكلات اللي بتقدمها؟ الأكلات اللي نقدمها بالمطعم طبعا بشكل بسيط، اللي هي زرب ومنسف ومندي وكبسة وزربيان عدني. التواصي اللي هي رز العنبر واللحم المدفون والمكموت والمضغوط، والطبخ الخليجي اللي هو المفطح، والأكلات الخليجية الشعبية. نعم. شيف، ما هو سر نجاحك أو الشيء المميز فيك واللي خلاك تكسب ثقة الناس؟ أولا الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى، هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى. احنا تميزنا بشغلنا اللي هو المندي والرز العنبر، والتوفيق من الله سبحانه. الحمد لله. الحمد لله. كان سر نجاحنا. الحمد لله. شيف، تحكي لنا أكثر عن رؤيتك المستقبلية، شو حابب تعمل لقدام؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى، إذا الله سبحانه وتعالى وفق وأراد لنا الخير وتوسع بالرزق، نطور منتجاتنا ونطور مطعمنا ويصير يعني مطعم فرع ثاني وثالث، وإلى ما يريد الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. إن شاء الله. يعني نحكي شوي عن المشاكل التي واجهتها أو ما زلت بتواجهها. والله مشاكل الحياة كثيرة، والواحد يعني يحاول إنه يكون مستمر وثابت. مثلا تواجه غلاء الأسعار، وتواجه الشغل ضعيف يكون، وحركة السوق تكون ضعيفة، وإحنا ثابتين يعني الحمد لله. الحمد لله. شيف، ننتقل إلى الجانب الوطني، لو قدر لك وقابل جلالة الملك ماذا ستقول له؟ والله كلنا الشرف الكبير، ونشكر على ما يبذله لنا احنا كمغتربين يمنيين. استقبلونا طبعا بالمملكة الأردنية الهاشمية بقلوب رحبة وسعة صدر، وفتحوا لنا مجال يعني نعيش ونتعايش معهم. أكيد في حدا ترك بصمة بحياتك وخلاك توصل للمرحلة اللي أنت فيها حاليا، حابب توجه رسالة شكر إلى عبر برنامجنا؟ والله أشكر جميع الإخوة والأصدقاء الذي وقفوا معي. طبعا أنا كنت طباخ وانتقلت إلى صاحب مطعم، أقدم لهم عبر كاميرتكم الطيبة وقناتكم الجيدة الممتازة شكري وامتناني لهم. عدة أشخاص يعني ولو أنه ما ذكرنا أسماءهم، ولكن كل الحب والاحترام لهم. نوضح أكثر عن موقع المطعم بالتحديد.
مطعمنا بمحافظة المفرق، شارع 20 مقابل أسواق سدرة وملحمة الوزان. شيف، حابب تحكي كلمة أخيرة لبرنامجنا؟ أشكركم على اللفتة الطيبة هذه والجميلة، وكطاقم البرنامج جميعا الطيبين المحترمين، وكل الحب والاحترام. وفي نهاية هذه الحلقة نشكر ضيفنا اليوم الشيف أبو وضاح اليمني. تشرفنا فيك شيف. أهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا. أهلا.